السلام عليكم. اليوم راح اعلمكم كبة السراي شلون تصير. بالبداية هاي اول شيء هاي كبيرة دبل. تعلمهم الطريقة مال اللف وال شو اسمه المواد مالتها. اي نعم اي طبعا شيء اكيد. هاي أول شيء شنو؟ كبة السراي اول شيء كبداية تجيب جريش بس فقط كبة السراي. تخليه ربع ساعة تنقعه. تمام. وتعجنه ربع ساعة. ثاني شيء طريقة البصل وطريقة اللحم. تسلق البصل. هاي طريقة المعامل يعني انا دا احكي لك مو بالبيت يحمسوه. زين؟ فاحنا طريقة شو اسمه الحمس ليش يصير عندهم؟ لان كبة تصير عندهم يعني مثلا وجبة صغيرة، احنا شو نسوي؟ مثلا نشتغل 1000 كوباية. نسلق البصل، وراها نسلق اللحم. نصفيهن اثنيناتهن. نجيبهن نلابسهن، نخلي شحم مال بطن مال غنم وياها. زين؟ انتاني هن يبردن ويجي قدام العالم نلف. انتان العجينة تخدر وهكذا تبدي الطريقة مال كبة السراي. هاي الفيديو هسه تعتبر كبة السراي حجم كبير ولا صغير؟ هذا حجم كبير ام الالف. هاي ام الالف. اي. وهاي هسه راح اسوي لك اياها حجم صغير ام ال 500. في ناس عندهم مشكلة بطريقة اللف مال الكبة. اي مو بعد هي طل خبز الخبازته. طبعا اكيد. ايش قد صار لك بالمهنة سيوفي؟ راح يصير لي تقريبا 18 سنة. الله يسعدك يا حبيبي. هاي كبة السراي، هاي صغيرة. هاي ام 500 اي. بعد شلون التعديل مالتها يصير؟ وهنا طريقة التعديل مالتها. المرحلة الثانية هنا شنو كرار؟ مرحلة تعديل كوباية ما ورا ما سيف يلفها تعدل بهذا الشكل. تمام. تكون أجمل وأحلى وإذا بيها زر فلوشي تتعدل تنذبج كذا. تبقى بالماء تقريبا 10 دقائق. 10 دقائق وعليها سنة من الطوف يعني هاي استوت. حلو عاد. تقدر تشيلها تطلعها وتخليها. يعني تطلع لنا بهذا الشكل. تطلع بهذا الشكل. هاي الدبل الكبيرة كوباية. هاي الدبل. ايش قد سعرها؟ هاي سعرها 1000 وهاي الصغيرة سعرها 500 دينار. مكان اكيد. وايد يسألونا على الموقع يعني اللي يجون بالصدرية متى يندلون؟ شارع الصدرية. إذا تجي من المنطقة من الوثبة قبل الرسول ابو الكاهي. الفرحة المقابلة للحم. فرح مقابله للحم السمك ميته حياتك بابا. اذا تريدون تتعلمون لف كبة السراي والطريقة مالتها من الاول للاخير راح اخليكم بهذا الفيديو الطريقة مالتها. المرحله الثالثه اللي بالكبه بالجدر تستوي 10 دقائق وطلعها. يعني يجي الزبون ياخذها جاهزه جامده بس بالبيت يسوي مرقه وهم. اذا تريدون تجون الكبة الصدرية هذيك ساحة الوثبة، هاي مقابلكم سوق اللحوم مباشرة راح يصير مقابيله كبة الصدرية. راح تكون طريقتها كل سهلة، الشباب راح يعلموكم شلون تلفوها. طبعا اكو ناس مبتدئة ما تعرفوا شلون يسوي كبة السراي، فبهذا الفيديو راح يبين لكم انه شلون تلفونها وبنفس الوقت المواد ايش قد. وهاي الكبة راح تطلع لنا بالنتيجة النهائية مالتهم. شوفوا الترافة والنظافة مالتها، الترتيب كلش حلو هنا راح تلقونه يم الشباب. هاي ام ال 500 وهاي راح تكون ام الالف. انا عمر حلمي ولا تنسون تتابعوني.